بقول لك ايه، الاهلي كان حلو. دي الدخله اللي انا داخل اقولها لك علشان بس اقول لك انا نيتي ايه في الماتش ده، عشان تبقى عارف اللي هيتكلم ده، عشان في ناس تبقى عايزه تسمع هو اللي بيتكلم ده نيته ايه وشاف الماتش. فانا بلخص عليك وبقول لك الاهلي كان حلو. وما اعرفش كلامي دوت هيكون عكس الكلام بتوع السوشيال ميديا النهارده، او عكس الكلام عموما اللي اتقال على النادي الاهلي، انا ما اعرفش. بس دي قناعاتي انا الشخصيه. الاهلي كان حلو، وانا ما بقيمش الاهلي لما يكسب يبقى حلو او لما يخسر يبقى وحش. لا بالعكس، انا بقيم الاهلي ان انا بتفرج بشوف الناس ديت عملت ايه في الماتش ولعبت كوره ازاي. فانا شايف ان الاهلي كان حلو، وانا من اكتر الناس اللي لما كان الاهلي بقى طالع كسبان كنت بطلع وانتقد النادي الاهلي واقول النادي الاهلي ما بيقدمش كوره حلوه. لكن الاهلي لعب مباراه كويسه، سيبك من اول نص ساعه الاولانيه دي اركنها خالص. عشان انا لما بتيجي تقيم ساعه ونص، تقيم ماتش من الدقيقه الاولى للدقيقه 90، ما تقيمش نص ساعه. نص ساعه الاولانيه الاهلي كان سيء جدا، الاهلي كان وحش جدا. الاهلي هو الاهلي القديم اللي بيلعب نفس الكوره اللي انت مش فاهمها، الكوره المخنوقه، الاهلي العطلان دايما، الاهلي مش عارف يأدي، الاهلي المتلخبط، الاهلي المتسرع، الاهلي المضغوط، الاهلي اللي ما عندوش ثقه في نفسه، الاهلي اللي عنده الاخطاء الكبيره جدا. كل اللي عايز تقوله قوله في اول نص ساعه، انا معاك جدا. دخل فينا جون غلطه مين؟ جون غلطه الشناوي، والراجل اللي كان المفروض يبقى معاه ويغطي، لكن هدي نسبه كبيره للشناوي. ليه خرجت؟ يبقى خلاص انت بتدينا كلنا خط دفاع الثقه. وكمان خصوصا ان كان زمان نتعلم في الكوره ايه، والجون خارج بينادي اسمه شناوي طالع، فبدي للمدافعين انا طالع. وطبعا الشناوي لو انت عارفه كويس جدا فهو دوت خطا من الاخطاء الشائعه جدا لمحمد الشناوي. هو لا عنده تايمنج ولا عنده تقدير للموقف. الشناوي خرج من بره الجون بتاعه، اعرف ان انت بقيت في كارثه كبيره جدا. ده محمد الشناوي ما عندوش الحته بتاعت المهاره بتاعت الجون اللي وهي جايه انا شايفها وطايع وماسكها ونازل بيها او مطلعها، ما عندوش الكلام ده خالص. هو اصلا كجون مش اعلى حاجه في الحاجات ديت، فدي غلطه محمد الشناوي. 30 دقيقه اللي بعد كده انا شايف ان الاهلي كان عنده حميه، ابتدى يلعب كوره كويسه، ابتدى يفوق، وجو ان انت تنزل تكسب الفرق بالسبعه والثمانيه ده ما بقاش موجود. يعني ايه؟ يعني انا الاهلي، انت الاهلي، وعندي عناصر جيده وعندك عناصر جيده، يبقى لازم انزل اكسب اي فرقه بارقام كبيره جدا. لا، مش واقعي ومش منطقي ومش موجود. انت جبت لعيبه اعلى، بس اعلى من اللي موجودين عندك في الدوري شويه، اعلى شويه. جبت اعلى لعيبه، مش معنى كده ان انا لازم انزل كل ماتش امسك كل الفرق اللي قدامي 3 و4 وارقص واخش بالكره الجون واقعد ارفع وكل كره اجيبها واشوط من بره والفرقه ما تهاجمنيش والفرقه ما تعديش مني والفرقه ما تعملش عليا هجمات وما تعملش عليا مرتدات وما يقدروش يقفوا على الكره في الملعب ولا يمسكوا. مفيش الكلام ده. بتلعب فرقه كوره برضه. لو في الاخر بتلعب فرقه كوره، فرقه ممكن يكون عندها حاجه وبتنفذها صح، وانت ممكن يكون عندك 100 حاجه مش قادر تنفذهم. فطبعا تحيه لبتروجيت جدا وانا هجيله. فانا بس بقول لك ان الاهلي في المجمل انا شفته عمل كل حاجه في الكوره. عمل كل حاجه في الكوره، وكان ناقصه بس يكسب. ولو الاهلي كان كسب النهارده 2-1 او 3-1 او 4-1 او 5-1، وهو كان بالمناسبه قادر يجيب كل ده، كنا هنقول ان الاداء بتاع النادي الاهلي اداء عالي وروح قويه جدا منه، وقدم ماتش حلو قوي. في جميع الاحوال الاهلي تعادل، لكن التعادل انا شايفه تعادل مش مستحق، الا ان الاهلي عمل كل حاجه في الكوره الحقيقه. وانا بتفرج على الاهلي النهارده رجعني انا الشعور اللي ببقى قاعد قدامي فرحان ومبسوط، وايه مش ناقص بس غير اللي هي بلس 90 يلا هات الجول عشان اقوم قايم عامل كده، مش اكتر. ليه؟ انا راضي قوي عن الاداء النادي الاهلي، وراضي عن اللي عمله النادي الاهلي. مشكله النادي الاهلي كانت عنده ايه؟ انك عندك فرق بتقفل قدامك، تلعب كوره متقفله، فما كنتش بتبقى قادر مش بس تكسب، انك اصلا تبقى موجود في ال 18 وانك تصنع فرص. انت مش قادر تعمل دي، فانا كنت بطلع مخنوق وغيري. ليه؟ مش قادر اخلق لنفسي فرص. ده كان الزعل. انما النهارده الفرق بتروجيت لما نفسها وبتلعب ورا، الا ان انا بخلق لنفسي فرص طول الماتش. انا جوه ال 18 طول الماتش بعمل الحاجات اللي هي بتاعت الكوره. عشان كده انا بقول لك انا مش زعلان. لما الفرق تقفل قدامك، لما الفرق تلعب في ال 18، اعمل ايه؟ شوت يا ابني من بره وارفع كتير والعب كوره سريعه. احنا رافعين يعني الركنيات لوحدها يمكن 14 15 ركنيه، ده غير الاوفرات اللي احنا عملناها من بره وكتير قوي. كنا بنشوط من بره
تريزيجيه شايط شوطين من بره، لا عملنا، لا وصلنا، لا دخلنا ال 18، لكن ضيعنا. فانا هاجي لك لحته المدرب ده عشان بس المدرب، ولحد دلوقتي بقول لك ولا هحكم على المدرب، مستحيل احكم على المدرب خالص، اديله شويه حلوين عشان نشوفه. بس تعالى نتكلم على الماتش ده النهارده. انا وصلتك للجون، اعمل معاك اكتر من كده. انا كمدرب انا وصلتك للجون، انت كنت في ال 18 نايم جوه ال 18، كنا موجودين جوه، كنا ممكن نعمل 3 4 اجوان مرتاحين، خصوصا في الشوط الثاني. تغييرات المدرب كانت حلوه، بس عايز اتكلم عن نقطه المدرب. تغييراته كانت حلوه جدا المدرب، عجبتني كل تغييرات المدرب ما عدا التغييره الاخيره بتاعت عمر كمال، ما عجبتنيش اصلا. لا هو باك شمال ولا هو فالح باك يمين، يعني ولا فالح هنا ولا فالح هنا. ومحمد شكري كان كويس، انا بس عايز اشيد محمد شكري، من اكتر الناس اللي بنتقد وما بحبش، ويا ريت ما يكونش موجود اللاعب اللي اسمه كوكا، يا رب ما يكون موجود اصلا. محمد شكري في حلقه قبل كده قلت عليه الراجل ده نزل شويه، انا قلت نفس الجمل دي فاكرها، الراجل ده ممكن يكون عنده حاجه كويسه وشخصيه شايفه، ما قلتش اكتر من كده، ورديت على نفسي قلت معقول اكون شفت كل ده؟ شفت كل دوت في محمد شكري. محمد شكري لعيب كويس، عنده ثقه في نفسه، باك شمال، عارف المهام بتاعتي، عايز يروح، عنده الجرأه. كوكا اول اختيار لي، انا بستلم انا ارجع لورا، لا الراجل دوت عنده الجرأه وعايز يروح وعايز يعمل اوفرات وعايز يروح، هنديله هيبقى كويس لحد ما تجيب باك شمال، ولو اديته الراجل دوت واديته شويه يبقى كويس. الشوط الاولاني طبعا كان عندي شويه تعليقات، ودايما بقولها لك، لا تريزيجيه صانع لعب، تريزيجيه بالنسبه لي مش صانع لعب. طبعا انت كان عندك تاخيره متاخره جدا 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 ان انت تنزل قفشه اللي انا بحبه جدا، بشيد بيه جدا، مقتنع بيه جدا، مبسوط من المدرب انه بيدي كل الناس، مبسوط النهارده انه ادى قفشه، لكن تغييرته متاخره قوي. ليه الدقيقه 77؟ ليه نزل الراجل من بدري، ممكن تديله من بدري، من بدري 10 دقايق على فكره، يعني اديله اللي هياخد بس شويه حساسيه المباراه. تريزيجيه مش صانع لعب، ما زلت بقول لك تريزيجيه مش صانع لعب، شوطين من بره، شوط شوطين من بره، بس هو ده مش صناعه لعب، هو مش صانع لعب. الدقيقه 33 هجمه لبن شرقي حطيت له فدخل بيها. بن شرقي النهارده قراراته كلها متاخره، الناس اللي بتحب بن شرقي، الناس اللي مقتنعين بن شرقي، قراراته النهارده كانت متاخره عكس العاده، عنده اسرع من كده، بيلعب الكره اسرع من كده، دخل في واحده بال 18 من الجنب وما اعرفش حصل له ايرور، فكر تفكيرين فالكره طلعت بالمنظر اللي انت شايفه، لا هو رفعها ولا هو شاطها. دي بدايه انها تندع. ديانج من الدقيقه 30 شايفه، وفي المجمل انا في المجمل شايف ديانج عمل ماتش ولا اروع، قلت لك خرجني من اول نص ساعه. ديانج عمل ماتش ولا اروع، ديانج عمل ماتش رائع، ديانج لعب 6 احسن وافضل 1000 مره من مروان. ديانج بيصنع، ديانج بيقطع، ديانج ما بيقفش، ديانج بيستعمل جسمه وبيستعمل الفنتات، ديانج استخلاصه للكوره مش استخلاصه انه يقطع الكوره، استخلاصه انه الكوره جايه له من الوضع بتاع الحركه بتاع جسمه، وانه يعدي بالكوره ويخلق لنفسه مساحه ويوسع ويروح ويعدي. ديانج كان من اللاعيبه الرائعين في الملعب. الدقيقه 38 التسديده بتاعت تريزيجيه، اول تسديده حقيقيه او اول ظهور على المرمى حقيقي، التسديده بتاعت تريزيجيه. بعدها على طول في الدقيقه 43 واحده ثانيه حطها تريزيجيه في العارضه. انا بس عايز اوريك ان شويه حاجات كانت اتغيرت، لا الماتش ده تماما، واديتك اريحيه كبيره، وخلت بتروجيت كمان يفتح، فكنت هتلاقي ان الدنيا عندك اسهل بكتير قوي من كده. في هجمه قطعها ديانج، هجمه كان رايحين علينا، قطع كوره وخلقها فرصه، القطعه بتاعتها اتخلقت الفرصه على طول بتاعتها في الدقيقه 38. كان رائع، عجبني جدا في بتروجيت الناس اللي بتتكلم معاهم بره. بتروجيت فريق لعب على قد الامكانيات بتاعته، كان عنده ثقه كويسه جدا، وراح لعب على التحولات، مع مدرب محترم، عنده عناصر جيده قوي حقيقه. عاجبني قوي الناس اللي بتتكلم من بره، عاجبني ان يكون عندك ناس واقفه على الخط بتفوق دايما الفرق، ان اللعيب وهو واقف بيسرح وبينسى، وضغط المباراه ممكن يخرجهم عن تركيزه في بعض الاحيان. الناس كانت بره دايما بتتكلم اطلع اطلع اطلع، دي اتقالت اكتر من مره، لان انا وانا مضغوط انا اوريدي بقيت متسيستم في المركز بتاعي، ان انا مضغوط، فانا لامم نفسي وكاشش لو انا مش عايز اطلع غصب عني من كتر ما انا مضغوط. فاللعيبه بتنسى انها، والكره مع النادي الاهلي ابتدي انا اطلع وش في الاوفسايد دايما، واطلع ازق الفرقه لبره. فكان دايما الناس من بره بتتكلم مع بتروجيت مع اللعيبه. في راسيه جت لبن شرقي من عرضيه محمد هاني في الدقيقه 44. انا اختلفت مع اسلام في الحته دي، كلمته بين الشوطين بس اختلفت معاه في الحته دي. اسلام بيقول دي مش فرصه، وانا بقول له لا فرصه، كل واحد له وجهه نظر.
بس انا عايز اقول حاجه، الكره اتعملت عرضيه من محمد هاني، وعرضيه مظبوطه، ونزلت على دماغ بن شرقي. بن شرقي اللي كان واقف بعد ال6 ياردة بياردة. فدي فرصه جدا، دي فرصه وفرصه الفرص. كل بن شرقي لما حطها بدماغه وطلعت فوق العارضه هو ما استغلهاش صح، لكن دي فرصه وفرصه حقيقيه جدا. كان في الدقيقه 46 تسديده حلوه قوي، اللاعب عدى بشماله استلم الكوره وحط ووقف قدام محمد هاني ولم لجوه وقام زقها تاني وعدلها وقام عاملها بشماله في الجون. كان عندهم حاجات حلوه جدا. خلص الشوط الاول على كده. كان انطباعي على الشوط الاول ان انا كنت شايف من الدقيقه 30 اداء الاهلي اتغير، الحميه بتاعت الاهلي اتغيرت، الاهلي ابتدى يتحرك، ابتدينا نشوط، ابتدينا نرفع. حسيت ان احنا في الشوط الثاني هننزل نعمل نفس الاداء ده، وكنت متوقع ان النادي الاهلي على الاقل يكسب. في الدقيقه 46 حصلت هجمه كان فيها 3 نقلات في النص كده واتحطت جنب العارضه. بص بقى، الاهلي فضل ضاغط وبيعمل كل حاجه في الكوره الشوط الثاني، علشان بس هو مليان. الشوط الثاني مليان ومليان كل حاجه الحقيقه، مليان. الاهلي عمل فيه كل حاجه. النزول بتاع جراديشار، اول نزول بتاع جراديشار، الاهلي جاب هدف في الدقيقه 60 اللي هي العرضيه بتاعت محمد هاني، ركب عليها بن رمضان، عمل عليها محاوله جيده جدا، حيا الكوره من جديد ودخل حطها جراديشار. احنا مسكنا كل الماتش، عشان بس يعني ما اطولش عليك، احنا عملنا كل حاجه في الكوره. لعبنا بسرعه جدا، لعبنا عرضيات، عملنا كوره سريعه. محمد هاني بقى بيرفع، بيشيل الكوره بشكل جيد جدا. الجبهتين عندنا شغالين. انا شايف من وجهه نظري ان اداء الاهلي النهارده كان اداء بصراحه، انا مش قادر اقف الا عند النقطه دي، ان الاهلي عمل مباراه حلوه قوي. مباراه ما كانش ناقصها غير ان انا اكسب. ما قدرتش اكسب، ما بنستغلش الكور كتير قوي جوه. افضل حاجه التسرع اللي موجود عندك، والضغط اللي عمله لك الجمهور، وان انت عايز تكسب. كل ده بيخليك ان انت مش مرتاح قوي وانت بتلعب. فبتعمل كوره، انت من كتر ما انت عايز تضمن الكوره انت بتغلط. الكوره اللي عدى فيها جراديشار عدى وكان ممكن يزقها بشماله. خلي بالك القرار بيتاخد في ثانيه وفي جزء من الثانيه. جراديشار عدى الطرف سن، كان في لعيب بتروجيت بيقطع عشان يقف عند الجون، كان ممكن يحطها الا ان هو خاف لا تتقطع، فرجع خد قرار ان هو يلم بره. عايز اقول لك، عايزين نستغل بس الكور اللي بتجيلنا قدام بشكل افضل من كده بس، وما يكونش فيه التسرع الزياده ده. هجمات وطوفان وضغط وعرضيات وركنيات، وياسين مرعي بيضيع. احمد عبد القادر نزل مكان بن شرقي، تغييره كويسه. هي التغييره بحد ذاتها كويسه. كون ان عبد القادر ما قدرش يعمل حاجه دي حاجه ثانيه، لكن التغييره بحد ذاتها كانت تغييره محترمه قوي. قفشه مكان تريزيجيه، تغييره كويسه جدا، ويا ريتها كانت تمت من بدري قوي. انا شايف ان التغييرات دي كانت لازم تتم من بدري شويه، اتاخرت بس كانت تتم من بدري شويه. محمد هاني بيعدي وبيشوط، وفلان بيعدي، وبنعمل كل حاجه في الكوره. انا بس اللي عايز اقوله واللي عايز الناس برضو تشاركني فيه، انت شايف ان اللي انا بقوله لك دوت، هل انت برضو اللي شفته معاه في الملعب؟ انت شفت ان الاهلي النهارده الاداء بتاعه دوت كان الاداء اللي انا شايفه ان الاداء بتاعه كان فيه الروح؟ انا عن نفسي واحد من الناس عملت حلقه قبل كده وقلت لك ان في اسباب كتير قوي لانهيار او هبوط اداء النادي الاهلي، اولهم غياب الروح. انا النهارده بقول لك ان الروح دي انا كنت شايفها موجوده. في لعيبه عايزه تلعب، في لعيبه عايزه تكسب. يمكن كان عندك عناصر في الاول مش موفقه. عندك طاهر مظلوم في الحته دي، هو مش فرد. طاهر مظلوم في الحته دي لانه مش فرد، وما قدرتش افهم ايه عدم نزول جراديشار من الاول. ما قدرتش افهم، ولكن انت حاطط واحد هو حتى تحركاته مش عارف الصندوق بيتحركوا فيه ازاي، ولا 9 ومش 9. فدايما تلاقي نفسه بيميل انه يطلع يستلم الكره من بره وبيتطرف على الجناب، وبالتالي انت اصلا بتفضي لي الحته اللي انت المفروض تكون موجود فيها. دي نقطه. عندك لعيب زي بن رمضان، اسوأ لعيب في الملعب. بن رمضان اسوأ لعيب في الملعب. لو هنختار الاسوأ هختار بن رمضان. كل كوره في رجله غلط، كل كوره فيها تايه، كل كوره فيها مش عارف هو عايز ايه، ولا مش عارف هو عايز ايه، ولا هو عارف هو عايز ايه. من اسوأ اللعيبه الموجودين النهارده هو. يا جماعه لما بنكون بنلعب الفرقه كلها بتلعب ورا، والفرقه كلها بتلعب ورا الكوره، طبيعي جدا ان الدنيا بالنسبه لك مش هتبقى سهله ومش هتبقى احسن حاجه. ده طبيعي. انت عايز تشوف الاهلي بيجيب 2 و3 و4، صعب يا جماعه قوي، ده ملعب مش مفتوح.
ده في 11 لعيب ورا الكوره، ده في جبهات مقفوله ومتربسه. ما هو في مدرب يا جماعه مع بتروجيت بره، والمدرب ده كان بيقول لهم ايه يعني؟ ما بيقول لهم كوره برضه، بيحفظهم كوره، بيديهم تعليمات ان انت هتنزل في الملعب الجبهه اللي فيها زيزو ديت هنقفل على الجبهه ديت، هو ومحمد هاني هنقفل تماما عليها، الجبهه الثانيه هنقفل. فانت الجبهه عندك فيها 3 4 تنفار، وفي لعيب اسمه زيزو معاه واحد محمد هاني ولاعيب من نص الملعب بيقرب له. الدنيا مش بمنتهى الاريحيه والسهوله انك تلاقي لعيب مثلا زي زيزو او زي بن شرقي بيستلم الكوره ومرتاح قوي وقدامه مساحه كبيره فبيجري وبيعدي وما بيقابلوش حد وبيعمل اوفر مرتاح. مفيش كده، مفيش كده. انت لازم تراعي ان انت بتلعب جيم مقفول، علشان بس ما نجيش قوي على لعيبه كتير اللي احنا عاده بنيجي عليهم ولازم نيجي عليهم. مفيش مشكله ان انت تيجي عليه وده طبيعي، لكن في بعض الاحيان انا بشوف ان ممكن اللعيب يبقى معذور في بعض الاحيان. يا جماعه انت انزل العب كوره، انت بتحكم وانت قاعد من بره، انت قاعد مره في البيت فانت عايز لاعب ممكن يكون عايز تشوف السوبرمان، خش وعدي ومقفوله مقفوله، بيلعب عليا 3 4 وكلنا مستنيينك تجي لنا، ما بنقابلكش اصلا من نص الملعب، فبالتالي انت ما عندكش مساحات، احنا كلنا نبتدي نقابلك من بعد نص الملعب وانت داخل، فاحنا كلنا ورا، ففي متاريس واقفه بتحاول تنقل الكرة بسرعه. لعبنا النهارده بسرعه، ما شفتش لعيب كان ممل يعني قوي يمسك الكرة في رجله ويوقف الكرة ويحسسني بشعور الملل، الكرة كانت بتتنقل بسرعه. شطنا لعبنا على الجناب ورفعنا كتير جدا جدا. اذا الاهلي عمل اللي عليه. هنا ممكن تقول انا خسرت، كان في عدم توفيق، كان في عدم توفيق من النادي الاهلي، لكن ما اقدرش اقول كان في تقصير من لعيبه النادي الاهلي. في لعيبه كانت وحشه هو مش مقصر، هو وحش يعني بن رمضان ده هو وحش وما قصرش وعايز، هو وحش سيء يعني، لعيب سيء. محمد هاني كان كويس جدا، شفت محمد هاني كويس، شفته كتير، شفته ظاهر، شفته بيسندوا عليه، شفته بيشيل كوره اكتر من مره، شفت زيزو كويس. بن شرقي ما كانش افضل حاجه، كان ممكن يطلع من بدري عن كده، ما كانش افضل حاجه، لكن في المجمل كان في محمد شكري ده لعيب هايل، ثبته لعيب هايل. الاهلي كان كويس النهارده وقدم عرض حلو، بالعرض اللي قدمه الاهلي ده النهارده اتمنى اشوفه في الماتشات الجايه كتير. ودايما بقول للعيبه لو انت عندك حياه بره، لعيبه النادي الاهلي حياه بره فيها رفاهيه، عربيات، فيلل، شقق، مصايف، ربنا يزيدك، كل واحد وحياته، كل واحد ورزقه، لكن دايما ما تنساش ان في واحد قاعد في البيت حياته ما فيهاش المتعه دي كلها. حياته بالنسبه له فيها ممكن تكون المتعه الوحيده انه يتفرج على النادي الاهلي، متعه كمان بيقيسها متعه حلال الى حد ما، كوره رياضه قاعد بتفرج عليها تكون هي المتعه بالنسبه لي الوحيده، ان ابقى قاعد مستني الماتش زي انا النهارده قاعد مستني الماتش من قبلها. على فكره انا قاعد مستني الماتش عشان استمتع بالماتش. فما تنساش دايما ان في ناس قاعده متعتها كلها في الحياه انها تتفرج على ماتش حلو، حط دي دايما في دماغك. السلام عليكم.